يبدو أن نادي الرجاء الرياضي المغربي يخطط لتحرك مبكر ومهم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تركيبته البشرية بعناصر جديدة قادرة على رفع مستوى الفريق في الموسم المقبل. ووفق ما كشفه موقع لسونتر 60 سبور المغربي، وبالاستناد إلى تقارير إعلامية قادمة من الأردن، فإن اسما جديدا بدأ يفرض نفسه بقوة على طاولة إدارة الرجاء، وهو اللاعب الدولي الأردني مهند أبو طه، نجم منتخب النشامة. المفاجأة أن أبو طه لا يعتبر لاعبا عاديا، بل يصنف ضمن أبرز الأظهرة اليسرى في الكرة الآسيوية خلال الفترة الأخيرة، بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على التقدم الهجومي، بالإضافة إلى دقته في التمرير وصناعة الفرص من الجهة اليسرى، وهو ما يجعله إضافة قوية لأي فريق يبحث عن الحلول الهجومية والدفاعية في نفس الوقت. الأهم من ذلك أن عقد اللاعب ينتهي مع نهاية الموسم الحالي مع فريقه القوة الجوية العراقي، وهو ما يعني أنه سيكون لاعبا حرا في سوق الانتقالات، وهذه نقطة قد يستغلها الرجاء بشكل ذكي من أجل ضمه دون دفع أي رسوم انتقال. وفي حال نجاح الصفقة، فإن مهند أبو طه قد ينضم إلى مواطنه محمد أبو زريق شرارة داخل الفريق الأخضر، ما قد يعزز الحضور الأردني داخل النادي ويخلق انسجاما جديدا داخل المجموعة. هل نشهد صفقة قوية ومفاجئة من الرجاء هذا الصيف؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير.